تعقب إخوان لكم الخطبة قبل الماضية لذكر ثنية تفيق والحديث الذي ورد فيها، وانتقد بعضهم ذكر الأردن وعمان أنها واردة في الأحاديث النبوية والآثار السلفية، ولو أنهم غفر الله لهم تريثوا لكان خيرا لهم وأجمل بالعلم. الحديث الذي اعتمدته، واسمحوا لي أن أدافع عن نفسي، الحديث الذي اعتمدته حديث رواه الأئمة، رواه الحاكم في مستدركه في كتاب الملاحم والفتن، ورواه الحافظ ابن مندة في باب وجوب الإيمان بخروج الدجال من كتاب الإيمان له، كلاهما من حديث حذيفة، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال حذيفة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، معه نهران، أحدهما نار تأجج في عين من يراه، وآخر ماء أبيض، فمن أدركه منكم فليشرب من نهر النار فإنه ماء بارد، ولا يشرب من الآخر فإنه الفتنة، وإنه مكتوب بين عينيه كافر، وإنه أعور العين، وإنه يطلع من آخر أمره على بطن الأردن، وإنه يطلع من آخر أمره على بطن الأردن عند ثنية فيق، وكل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردن. هذا لفظ الحديث. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال الحافظ الذهبي: إسناده صالح، وصححه لغيره غير واحد من مشايخنا، على رأسهم شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، وهو من هو في علم الحديث ريادة وإمامة. وهذا خير من الاستدلال بحديث نهيك بن صريم السكوني، وهو حديث مشهور لكنه لا يثبت، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال عند نهر الأردن. وأيضا بارك الله فيكم روى الإمام أحمد في مسنده، في مسند عثمان بن أبي العاص، والطبراني والحاكم وابن أبي شيبة وغيرهم، قال عثمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون للمسلمين 3 أمصار، فمصر بملتقى البحرين، ومصر بالحيرة، ومصر بالشام، فيفزع الناس 3 فزعات، ويخرج الدجال في أعراضهم، فيهزم من كان قبل المشرق، إلى أن قال: ويلتحق الناس بالمصر الذي في غربي الشام، ثم يزحف المسلمون إلى عقبة فيق يقاتلون الدجال. وروى الإمام أحمد في مسنده، والحاكم والطبراني وابن أبي شيبة والطيالسي أيضا من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وإنه أعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر، وإنه يخرج على الناس بنهرين من نار وجنة، إلى أن قال: ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له بدخولها، فيقول: هذه قرية ذلك الرجل، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ينحاز إلى الشام، فينزل عند عقبة أفيق فيقتل هناك. ومعنى هذا أنه يبدأ قتله أو قتاله من عند عقبة فيق، لأنه حين يجيء عيسى هناك عليه السلام يبدأ هو بالذوبان، فمبدأ قتله عند عقبة فيق، ومنتهى ذلك حين تغرز الحرب في صدره في اللد. وهذا الحديث الأخير حديث سفينة قال فيه شيخنا الألباني: حديث حسن، وحسنه ابن كثير في كتابه التاريخ، وقال: لا بأس بإسناده، وحسنه جماعة من المتقدمين والمتأخرين. وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة على فضل جند الأردن في ذلك الزمان. لا أقول هذا تزلفا لأحد، إن الأرض لا تقدس أحدا، يقدس الإنسان عمله،
هذا شيء متفق عليه. انظر حتى المدينة المنورة لما يضرب الدجال منافقوها يخرجون منها. من كان فاسدا لا تنفعه الأرض الصالحة. نحن نتكلم عن جند الإيمان في زمان الفتن، ونقول أن مكانهم في هذه البلاد المباركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أي غضاضة وأي عيب في ذلك. ثم بارك الله فيكم، عقبة فيق باتفاق من تكلم في البلدان والمسالك والممالك من أئمة العلم، هي من مدن الأردن، من بقاع الأردن. عقبة تطل على بحيرة طبرية، ينحدر النازل منها إلى أغوار الأردن وإلى رهن الأردن، بينها وبين أول الأردن غور الأردن ميل أو ميل ونصف. هذا كلام أهل العلم. لهذا نصص العلماء على أنها من فضائل جند الأردن، والأردن من بلاد الشام، وبلاد الشام فيها نصرة الإسلام والمسلمين. ثم روى الإمام حنبل بن إسحاق في كتاب الفتن أن نوف بن فضالة البكالي التابعي الكبير جاء في بعض أسفاره إلى عقبة أفيق عند أول غور الأردن، فلما وصل إليها قال: أي أرض هذه؟ قالوا: عقبة أفيق. فقال: منها هنا يقتل الدجال. وأيضا روى عبد الرزاق في مصنفه ونعيم بن حماد وغيرهم من حديث ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزل الدجال عقبة أفيق أظل بظله على المسلمين المحاصرين، فيسمع سامع من يقول: أبشروا قد جاءكم الغوث، فضعفوا من الجوع، فيقول قائلهم: هذا قول شبعان، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام. قال شيخنا الألباني: وهذا إسناد محتمل للتحسين. ومعنى شبعان يعني رجل ملآن من الخير، فقوله يعتمد. وأيضا روى الإمام الكبير عبد الملك بن حبيب الأندلسي المالكي المتوفى في بداية القرن الثالث الهجري، الإمام في كتابه أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار، روى عن عبد الرحمن ابن سمرة الصحابي، وهذا موقوف عليه وله حكم الرفع، والأظهر أنه عبد الرحمن بن سمرة الصحابي. قال رضي الله عنه: ينزل عيسى بن مريم في دمشق حين ينزل الدجال بجبل أفيق، فينطلق عيسى ومن معه من الصديقين من أهل دمشق من ليلته حتى يلتحقون بمن كانوا في جبل أفيق، فيخرجون للدجال حتى يقتل. حديث وأخبار تشهد لبعضها البعض وتشد بعضها بعضا وتؤدي للمعنى الذي دلت عليه دلالة واضحة. ونادى بمثل هذا أئمة العلم الذين صنفوا في أخبار الملاحم والفتن. فلا عيب ولا غضاضة. الأردن أرض مباركة، هي من أرض الشام،